الا ما كتنجحش لك غريبه او ما كتشققش، دخلي شوفي هذا الفيديو، فيه جميع الاسرار باش تجيك ناجحه ومشقه من اول تجربه، وغريبه مقومه والمذاق ديالها رائع بزاف. تبعي معايا الطريقه والمقادير. هنا خديت ربعه ديال الزبده. بالنسبه للزبده يمكن لكم تستعملوا المارغرين او الزبده ديال البواطه. عندي هنا ربعه ديال السكر كلاصي سبيسيال. هنا ربعه ديال الكوك. عندي جوج شاصيات ديال الفاني، وشاصي واحد ديال الالزا ديال الزهر كيعطيها واحد المذاق زوين، ورشه الملح. هنا خديت جوج كيسان ديال الزيت. العبار دائما بالكاس ديال العنبه. صافي، وغادي نخلط كلشي حتى كيذوب عندي سكر كلاصي. ماشي ضروري البنات تحطوها هكا في الهاشوار، يمكن لكم تخدموها غير بيديكم كتجي مزيانه. هنا خديت ربعه ديال الجنجلان محمر ومطحون، وربعه ديال الكاوكاو حتى هو محمر ومطحون. بالنسبه للكاوكاو راه خديت الكاوكاو الرقيق اللي كيكون احمر، كيجي بنين وكيعطي المذاق زوين لهاد الغريبه. هنا الخليط وجد عندي، غادي نفرغه في واحد الزلافه او في القصريه على هاد الشكل. هنا عندي 3 ديال الخمارات والدقيق على حساب الخليط. هنا تقريبا البنات راه خدات ليا كيلو وربع ديال الدقيق، وكيبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق واش كيتشرب ولا ما كيتشربش. صافي غادي نجمع على هاد الشكل. راه ما كتحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه، يعني ما كتاخدش منا شي مجهود، غير كنخلطوها على هاد الشكل. كندخلو الدقيق مزيان صافي، وكتكون عندنا واجده. صافي هنا بعد ما جوج تجمعات عندي العجينه، كنجربها هكا في يديا نشوف واش كتكور. صافي كنلقاها كتكور، صافي راه كتكون واجده على هذا الشكل. غادي ندوز دابا نوجد اللاطات ونعاود نرجع معكم. بالنسبه هنا للاطه راه درت هذه الخاصه بالغريبه، وإلا ما عندكمش راه كديروا غير اللاطه العاديه، راه كتعطي نفس النتيجه. صافي كنكور على هذا الشكل. غادي نعمر اللاطه وندخلها طيب الفران. بالنسبه لهاد الغريبه راه كتبغي الفران البنات يكون سخون بزاف، وملي كندخلوها كنقصوا عافيه مهيله وكنخليوها حتى كتشقق. العافيه كتكون في الوجه ديال الغريبه، وهذه هي النتيجه ديالها. كتجينا على هذا الشكل، كيجي اللون ديالها زوين موحد، كتجي مشقه وخاويه من الداخل، والمذاق ديالها كيجي رائع بزاف. صافي نكمل نخرج اللاطه الثانيه ونعاود نرجع معكم. بالنسبه للكميه البنات راه كتعطي كميه كثيره. وكان هذا هو الشكل ديالها. هنا البنات غادي نزينها بشويه ديال السكر كلاصي سبيسيال، ولا بغيتو تخليوها عاديه ممكن. هنا ملي كتزينوا البنات كيبان داك التشقاق ديالها زوين وكتعطي منظر زوين. بالنسبه للطريقه ديال السكر كلاصي راه ما كنفندوهاش كامله، المهم انا غادي نوريكم في الفيديو كيفاش تفندوها باش ما كتشربش السكر كلاصي وما يتسدوش لينا دوك الشقاق بالسكر كلاصي. صافي هنا من بعد ما كملتها انا خليت واحد ربعه تقريبا باش غادي نوريكم الطريقه باش كنفندها. يعني ما تغمسوهاش كامله في السكر، غادي تهز كميه كثيره وهذوك الشقاق ما غاديش يبقاو يبانوا لينا. راه كتجي زوينه تبارك الله، وكتجي كتذوب في الفم، والمذاق ديالها الصراحه ما كيتنساش، كتجي رائعه بزاف.
هنا خليت هادو 4 باش غنوريكم باش ما نطولش عليكم في الفيديو. كنحطوا واحد الزلافه تكون هكا غارقه ولا طبسيل، وكناخذوا سكر كلاصي سبيسيال كنديروه في الشبكه وكنغربلو فوق منها غير شويه، يعني كنضربوا الشبكه بيدينا باش طيح كميه قليله ديال السكر وكتجينا على هذا الشكل. ما تكثروش ليها السكر بزاف باش هذوك الشقاق ما يتسدوش بالسكر، كيبقى المنظر ديالها كيبان زوين على هذا الشكل. صراحه كتجي زوينه بزاف. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنسوش البنات التعليق ولايك الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. وشكرا لكم بزاف بزاف، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وجربوها البنات. اللي جربتها تعاود ترجع للتعاليق وتخلي لي كومونتير. وكان هذا هو الشكل النهائي. شكرا لكم بزاف، السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.